أهم 5 أغذية في الدايت. أنا في نظامي الغذائي في 5 أغذية ما بستغني عنها وموجودة دائما ويوميا عندي. خلينا نشوف إيش هم وليش ما بستغني عنهم أبدا. رقم 1 البيض. أول شيء البيض عالي بالبروتين، منخفض الكالوري، يدعم العضلات، هو متنوع بأنه ممكن تحضر فيه بعدة أشكال وعدة وصفات وسهل التحضير، ولذلك البيض دائما في برنامج غذائي. رقم 2 اللحوم بشكل عام، من لحوم حمراء أو بيضاء، دجاج أو سمك أو لحمة حمراء. لماذا؟ أول شيء غنية بالبروتينات، ثاني شيء بتساعدني في الحفاظ على الكتلة العضلية وبناء الكتلة العضلية، ثالث شيء مليئة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن، حديد، زنك، فيتامين بي وغيرها، وممكن تكون قليلة الكالوري إذا شلنا كل أنواع الدهون منها وأخذنا القطع قليلة الدهون. رقم 3 وهو الزبادي. لماذا؟ الزبادي عالي بالبروتين وخصوصا الزبادي اليوناني، أو مؤخرا عم بستخدم السكير، يحتوي على بروبايوتكس فهي مهمة للأمعاء وعمليات الهضم وعمليات الامتصاص وداعم جهاز المناعة، وهو قليل بالكالوري أيضا، وممكن تستخدمه في كثير أشياء، وأيضا كسناك ممكن أستخدمه بعدة طرق مختلفة. رقم 4 وهو مهم جدا ولا أستغني عنه الواي بروتين. الواي بروتين فهو مصدر بروتين عالي قليل الكالوري، وهو سهل الامتصاص ويساعد في بناء الكتلة العضلية والحفاظ على الكتلة العضلية، بدعم الميتابوليزم، وهو عملي جدا. في أي وقت ممكن بحس حالي ما في شيء بدي أخده وبدي شيء جدا سريع، بعمل شيك أو بخلطه مع زبادي أو بعمله بكثير طرق، فهو بيساعدني بشكل كثير كبير في خلال يومي، وهو بديل للحلويات، فبصنع منه مجموعة كبيرة من الحلويات. كل ما أشتهي شيء حلو هو بيكون الخيار الأول والأخير بالنسبة لي. وأخيرا الرز والبطاطا. وأخيرا رقم 5 الرز والبطاطا. الرز والبطاطا مصدر كربوهيدرات بيعطيني طاقة في تمريني وخلال يومي، وهم قليلين بالدهون، يحتووا على ألياف، وممكن آكلهم مع أي وجبة شو ما كانت، خضار، لحوم، دجاج، أسماك، بعملهم بأشكال مختلفة، سهلين وسريعين التحضير. وخصوصا البطاطا تعتبر هاي ساتايتي اندكس، يعني من الأغذية التي تشعرك بالشبع الكبير. وأخيرا هم قليلين بالكالوري، لا يعتبر فيهم كالوري عالية إذا عرفت أخذ كميات الصحيحة والمناسبة إلي. ولذلك هذه هي كانت أهم 5 أغذية لا أستغني عنها في نظامي الغذائي بشكل دائم للحفاظ على 6 باكس طول السنة وصحة جيدة. وإذا بدكم نساعدكم في نظام غذائي وتمريني وصلك لأهدافك، ابعت كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. سلام.